اليوم احنا نعيش الكويت، كنا نقول في السابق نعيش اعراس ديمقراطيه، ايام ديمقراطيه، افراح ديمقراطيه. اليوم احنا قاعد نتكلم بطريقه اخرى، ان احنا قاعد نعيش استحقاقات سياسيه حقيقيه نتيجه عدم الاستقرار السياسي اللي احنا قاعد نعيشه من سنوات، والدليل على ذلك كثير من حل المجالس، واحنا شفنا من خلال 4 سنوات هذه رابع انتخابات، وهذا أكبر دليل أن هناك في خلل في بنية نظامنا الديمقراطي. وشفنا كذلك التصفيات اللي قاعد صارت، شفنا من مجلس 2020 إلى مجلس 22 إلى مجلس 23 كان هناك فئة ومجاميع وقوى سياسية كذلك تسعى إلى حل مجلس 2020، وجاءت النهاية إن حل مجلس 2020 وجاء مجلس 22 وكذلك مجلس 23. شفنا ما شفنا تغيرت الأمور أكثر، ولكن شفنا هناك مزيد من التصفيات، تصفية حسابات، وكذلك أمانة في وجميع السوابق اللي كانوا يتكلمون عنها في المجالس السابقة تم قرارها، وكذلك صارت في مجالس 23، واهل الكويت صاروا واعين في السؤال. الحين احنا في انتخابات اللي قاعد نشوفها 24، طبعا قاعد نشوفها بالشارع الكويتي، نشوفها بين اهل الكويت، ان الناس وصلت لمرحله ان للاسف ان يأست من هذه المجالس، وهذه لقيناها موجوده في اوساط الشباب، ولكن احنا نحثهم ان هذا مكتسب حق حافظوا عليه. المشاركه جدا مهمه. ندري انتخابات في شهر رمضان، ولكن احنا شفنا انتخابات صارت في شهر رمضان 2013 كان شهر 7. احنا الحين الجو لطيف الحمد لله، واعتقد المشاركه مطلوبه، يوم اعتقد استحقاق سياسي لازم الكل نحث الجميع على المشاركه. نقدر وما نقدر؟ لا اكيد نقدر ان احنا نحث اهل الكويت يشاركون وعندهم مسؤوليه. نقدر احنا نغير، نقدر نختار الافضل. الكويت ولاده، اختاروا الاصلح، اختار اللي يمثل اهل الكويت ولا يمثل على اهل الكويت. وشعارنا اللي لقيناه في هذه الانتخابات ان احنا نقدر، اهل الكويت قادرين متفائلين.